بعد أن أعلن الكاف أن المغرب هو اللي غادي يتوج بكأس إفريقيا ديال 2025، وأن السنغال، منتخب السنغال تعتبر منسحب وخسروا ب3-0. شاهدوا معايا الإعلام الجزائري والصدمة ديالو. ترى ما تسرطاتش ليهم، والله ما تسرطات ليهم. بقاو مع الفيديو بقاو. كاين واحد الخبر نريد تأكيده الآن، وهو الكاف تتخذ قرارا بمنح المغرب كأس إفريقيا بدلا من السنغال. الآن نحاول التأكد من هذا القرار إذا كان ممكن. عجيب جدا يعني موجود هذا الخبر، ولكن أنا ما قلتوش لأنه بلال غريب جدا إذا صح هذا نعم الخبر. يشار لأنه أعتقد أنه الخبر رسمي على حساب ما روي. الكاف تمنح كأس إفريقيا 2025 للمغرب، خبر عجيب وغريب وغير مفهوم تماما. هو تم فتح تحقيق. خبر نعم هو تم فتح تحقيق منذ 4 أيام. خبر رسمي نزل في الكاف حسب المصادر بعثها لي صديق يعني عنده مصادر تاعهم. نحن راح نشوف في الكاف، لكن رسميا في الكاف لحد الان ما صدرش. وتهنئه الكاف للسنغال لم تصدر ايضا، ولكن خبر مثل هذا اذا بشكل رسمي منتخب المغرب بطل كأس افريقيا الامم 2025. لجنه الاستئناف تعتمد خساره منتخب السنغال في نهائي كأس افريقيا 2025 بالمغرب وتعتبر وهو مهزوما 3-0 لصالح المغرب. القرار جاء بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي والغاء قرار اللجنه التأديبيه بسبب خرق السنغال لوائح البطوله وفق الماده 82-84. باقي القرارات: ايقاف اسماعيل السيباري مباراتين، الغاء الغرامه الماليه، تخفيض غرامه الاتحاد المغربي، تثبيت غرامه $100,000 بسبب التدخل في منطقه الفار، تخفيض. اذا خبر عجيب غريب غير مفهوم تماما، خاصة انه فتح فضيحة. اذا نحن على المباشر ونتكلموا على فضيحة من اكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم. هي على الميدان. السنغال فازت بلقب كأس افريقيا 2025 وكل العالم شاهد كيف فازت السنغال وكيف ارادت المغرب ان تفوز بالنهائي بطرق غير رياضية وبطرق لا تنتمي لكرة القدم. بعد ذلك لقجع وبشراء الدمم بالمال الفاسد أراد أن يستولي على كأس الكاف. الآن أخذها بالورق، ولكن بالميدان هي كأس إفريقيا للسنغال، ولكن ما زال هناك طعن. ولكن الغريب والعجيب أن التحقيق يفتح منذ 4 أيام فقط، واليوم تخرج نتيجة التحقيق. أمر غريب وعجيب. أيضا هذا يخلينا أن نولوا إلى الابتزاز الذي مارسه المغرب من أجل عدم تنظيمه كأس إفريقيا للسيدات. اليوم الكاف وعلى الورق يمنح كأس إفريقيا للمغرب، ولكن على الميدان السنغال هي من توجت.